اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم ارحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. كنا مع الاخوة الاعزاء نتعرض لبيان بعض الشرح لدعاء مكارم الأخلاق وهو من أدعية الصحيفة السجادية المباركة. يقول الإمام في قسم آخر من هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وآل محمد واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني له وأغنني وأوسع علي من رزقك ولا تفتني بالنظر وأعزني ولا تبتليني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفخر. في هذه الفقرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه تعرض لعدة أمور وعدة مسائل، ونحن وفاقا بحسب المعنى الموجود في هذه الفقرة نجعلها على أقسام. القسم الأول هي أمور ثلاثة يسأله الإمام صلوات الله وسلامه عليه: اللهم صل على محمد وآل محمد واكفني ما يشغلني الاهتمام به ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. هذه ثلاث عبارات من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأمور ثلاثة يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها له وأن يوفقه لها. الأمر الأول: واكفني ما يشغلني الاهتمام به، يعني أن الله يسأل من الله سبحانه وتعالى أن الله بنفسه وبلطفه وبكرمه وبمنه يكفيه ما يجب الاشتغال به والاهتمام به. وطبعا هذه إشارة إلى أمور الدنيا، الجانب المالي من الدنيا، الجانب المادي من الدنيا، الأمور الدنيوية. واستعملني فيما تسألني بما تسألني غدا عنه، إشارة إلى ما يسأل الإنسان عنه يوم القيامة، ويسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للعمل بذلك. واستعملني يعني اجعلني عاملا، وفقني للعمل بما تسألني غدا عنه، فإن يوم القيامة يوم سؤال كما في الروايات وكما هو معروف. فالإنسان يوم القيامة يسأل عن أمور، عن جميع ما كان في حياته، عن نعم الله يسأل، عن حقوق الناس يسأل، عن وظائفه تجاه الله يسأل. في بعض الروايات أن مواقف يوم القيامة 50 موقف، يعني في كل موقف يسأل عن جهته. فلذا الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا بأننا في الدنيا نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما يسأل عنه يوم القيامة. نعمل ذلك في الدنيا قبل يوم القيامة حتى نوفق للجواب بين يدي الله. واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. وهذا الدعاء الثالث احتمالا عام للدنيا والآخرة، يعني اللهم اجعل أيامي في فراغ وأتفرغ لكل شيء خلقتني له. يعني بعبارة أخرى أن الله سبحانه وتعالى
خلق الانسان للکمال و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیصلون الی حقیقت العباده والعبودیة لله سبحانه و تعالی. هناك رواية تذكر خلقت یا انسان یا بنی آدم یا ابن آدم خلقت الاشیاء لك و خلقتك لنفسی. هذا خلقتك لنفسی مختصرا عبارة عن كل كمال الإنسان في جميع شؤونه في جميع مراتبه في جميع حالاته. فالإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في هذه الفقرة من الدعاء يسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتفرغه لهذا الهدف الأسمى الذي خلق الإنسان له، الذي كان الهدف الحقيقي الواقعي من خلق الإنسان، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. لعل الفقرة الأولى بالنسبة إلى الدنيا واكفني ما يشغلني الاهتمام به، والفقرة الثانية للآخرة واستعملني بما تسألني غدا عنه، والفقرة الثالثة للدنيا والآخرة لجميع مراتب الإنسان. واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. وقلنا في خلال شرح الدعاء في الأبحاث الماضية في الحلقات السابقة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا كيف ندعو الله سبحانه، بماذا ندعو، يعني أن حقيقة الدعاء للإنسان تجاه الله ما هي، كيف يعني ماذا يريد الإنسان من الله سبحانه وتعالى. هذه نكتة مهمة، أن الإنسان يعلم في دعائه في توجهه إلى الله ماذا يريد من الله سبحانه وتعالى. الإمام هنا يعلمنا أمور ثلاثة، وطبعا كل الدعاء هكذا، وهذه الأمور في غاية الاهتمام. الأمر الأول بالنسبة إلى الدنيا، وأنه بالنسبة إلى رزق الدنيا الأمور المادية، اللهم اجعلني في كفاية لا أحتاج إلى غيرك. وبالنسبة إلى الآخرة جميع ما هو يسأل الإنسان عنه غدا يوم القيامة يوفق الله سبحانه وتعالى للعمل به حتى يجيب يوم القيامة أمام الله. وكما في بعض الروايات لا تفضحني على رؤوس الأشهاد، إنسان لا ينفضح يوم القيامة أمام الناس. كما أنه أكد على هذا الجانب بأن الإنسان دائما لا بد أن يلاحظ في أموره في صغيرها وكبيرها الهدف الذي خلقه الله لأجله، وأنه يسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لتفريغ أيامه في ذلك، يعني بحيث أن الإنسان دائما يلاحظ رضا الله، يلاحظ بإصلاح أمر الله، يلاحظ العبودية لله، يلاحظ هذا الأمور الراجعة إلى هدف الخلقة، الهدف الأسمى من الخلقة، ويتفرغ للعمل بذلك إن شاء الله تعالى. هذه أمور ثلاثة نلاحظ أن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في هذا من القسم من الدعاء بينها وعلمها للناس، وأن الناس عليهم أن يدعو الله سبحانه وتعالى للتوفيق لهذه الأمور. بالنسبة إلى هذه الأدعية الثلاث، يعني هذه المطالب الثلاثة، يمكن بيان بعض النكات كشرح وكإيضاح له. النكتة الأولى، نحن سابقا ظاهرا ذكرنا أن الإنسان أصولا له مواطن، وله باصطلاح يمكن أن نعبر عنها بمراحل، ويمكن أن نعبر عنها بمواطن، ويمكن أن نعبر عنها بمواضع. يعني أن الإنسان في وجوده مرت عليه مواطن وستأتي عليه مواطن أخرى. طبعا الموطن الثاني للإنسان عبارة عن أصلاب الآباء. الإنسان قبل وجوده إلى هذا العالم كان في أصلاب آبائه وأجداده وصلب أخيه أبيه بالذات. المرحلة الثالثة أرحام الأمهات. والمرحلة الرابعة هذه الدنيا التي نحن الآن فيها. والمرحلة الخامسة عبارة عن مسألة البرزخ وقبل قيام القيامة.
والمرحلة السادسة مرحلة القيام. فهذه مراحل، هذه مواطن، هذه مواضع، ومرت على الإنسان سابقا، ستأتي فيما بعد جملة من المراحل الآن هو فيها. بالنسبة إلى عالم الذر قلنا الآن لا نتكلم. بالنسبة إلى هذه المراحل أبحاث مهمة، روايات وخصوصيات وشرح مفصل موجود، وأنا إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لطرح بحث في مسلسل بعنوان الموت وما بعد الموت، مجموع الروايات إنسان يلاحظها حتى من دون شرح، من دون تعليق، يذكر الروايات الواردة عن رسول الله، عن الأئمة عليهم السلام، بالنسبة إلى حالات التي قبل الموت تعرض الإنسان، ثم الموت، ثم من بعد الموت إلى حال القبر، ثم السؤال، ثم مراحل البرزخ إلى يوم القيامة، ثم مراحل القيامة، المواقف، السؤال، الجواب، ثم الجنة، ثم النار، وإلى آخره. أسأل الله أن يوفقنا لذلك إن شاء الله تعالى. فبالنسبة إلى هذه المراحل مباحث مختلفة موجودة، لكن الشيء الذي الآن أريد التأكيد عليها جانب الاختيار وإرادة الإنسان، والجانب الذي يرجع إلى إعمال الإرادة، يعني الإنسان يتمكن أن يظهر إرادته فيها. خب من المعلوم من الطبيعي بالنسبة إلى مرحلة الآباء وأصلاب الآباء وصلب الأب، لا إشكال أنه مرحلة غير طبيعية اختيارية للإنسان، ليس للإنسان اختياريا هذه المرحلة. في هذه المرحلة الاختيار يبقى للآباء، الاختيار يبقى للأب. يعني في هذه المرحلة إذا أراد الأب سعادة ولده هو لابد أن يلتزم بالأمور الدينية، بالأمور الأخلاقية، بالسلوك الصحيح. يعني لا يتصور بأنه هو إذا أي تصرف صدر من وأي عمل صدر من لا يؤثر في ذريته فيما بعد. أظنه في بعض الحلقات ذكرنا هذا الحديث، المال الحرام يبين في الذرية، يعني أن الإنسان نستجير بالله إذا أكل مال الحرام وتصرف في أموال الناس، حينئذ بالنسبة إلى ذريته، بالنسبة إلى أولاده يبدو ذلك فيه. المال الحرام، الرزق، أموال الناس يبين في الذرية. ففي هذه المرحلة بالنسبة إلينا ما عندنا اختيار، لكن بالنسبة إلى الآباء عندهم اختيار. والتأكيد الذي في روايات أهل البيت في مدرسة السماء بصفة كلية على أن الإنسان يكون في حياته متقيا، يتقي الله سبحانه وتعالى، يواظب على نفسه، يراقب نفسه، يحاسب نفسه، حتى لا يتصرف في أموال الناس، حتى يكون أبا صالحا يتولد منه إن شاء الله فرد صالح، ولد صالح. نفس تولد الولد الصالح في هذه المرحلة يعود إلى الأب، وأما الولد بنفسه لا دخل له في ذلك. فلذا التأكيد على هذه الجهة بالنسبة إلى الآباء، وأن يواظبوا على أنفسهم، يحاسبوا أنفسهم، يدققون النظر في أمورهم حتى يكون لهم أولاد صالحون. ثم المرحلة الثانية مرحلة أرحام الأمهات. هذه المرحلة باعتبار أن الولد عادة يبقى فترة طويلة مع الأم، يعني حدود 9 أشهر، لها تأثير أكبر لعله من مرحلة أصلاب الآباء. هذه المرحلة جدا مهمة في تكوين شخصية الولد، وهذه المرحلة من جهة تشبه المرحلة الأولى، يعني ليست اختيارية بالنسبة إلى الولد نفسه، ليست اختيارية، لكن بالنسبة إلى الأم مسؤوليتها كبيرة. وفي هذه الجهة روايات كثيرة. أشهر الروايات التي تقريبا مرت على أسماء الكل: السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه. هذه إشارة إلى هذه المرحلة، رواية إنصافا عجيبة. يعني هذه الرواية تدل وتشير إلى أهمية فترة الحمل على الأمهات وعلى النساء، فترة جدا مهمة. في هذه المرحلة أيضا توجد على مستوى الطب
القديم والحديث وعلى مستوى الروايات على مستوى التجارب توجد أمور تصلح يعني تكون صالحة للطفل وللجنين سواء من الجهة الدينية أو بالجهة الروحية أو من الجهة المادية أو من الجهة الظاهرية. مثلا أن الأم إذا تستعمل الكندر مثلا اللبان في بعض الروايات أنه إذا تستخدم اللبان في أيام الحمل يؤثر في جمال الولد مثلا أو في ذكاء الولد. وهناك أطعمة موجودة، أدوية موجودة، أدعية موجودة، توجهات موجودة بالنسبة إلى هذه المرحلة على الأمهات، مرحلة في غاية الأهمية. وفي كلمة واحدة كما أشرت إليه، كلمة واحدة، السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في، يعني أن النساء أن الأمهات عليهن هذه النقطة، على المرأة أن تواظب على هذه النقطة. مدة 9 أشهر تؤثر في سعادة الولد أو في شقائه. السعيد سعيد في بطن أمه، ليس معنى هذه العبارة الجبر كما يتصور البعض، معنى هذه العبارة التأكيد على عظمة تأثير الأم بالنسبة إلى الطفل، وأنه أن الأم إذا واظبت على نفسها في خلال هذه الفترة تستطيع أن تؤثر في صنع كيان الولد، في سعادته، في شقائه، في ظاهره، في باطنه، في أخلاقه، في جسمه، في مكونات جسمه، شخصيته، في سعادته الدنيوية والأخروية. ولعل الله يوفقنا أن نتكلم حول هذه المرحلة من جهات مختلفة في بحث خاص، الآن البحث لا يسع لذلك. فتبين بهذا المقدار أن مرحلتين سابقتين في حياتنا الدنيوية مؤثرتين في شخصية الإنسان وليست إرادية للإنسان، إحداهما للأب والثانية للأم، وتأثير الأم أكثر بلا إشكال، باعتبار هذا الولد 9 أشهر يعيش مع أمه أقل تقدير، يعني المتعارف هكذا. هذه بالنسبة إلى المرحلتين، ويبقى الكلام في المراحل الأربع الباقية في حلقة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.